السلام عليكم متتبعين قناتي، نتمنى ديما تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. كيف ديما تنقولوا قصة وعبرة، وضروري ما ناخذ منها عبرة. واخا تكون اللي بغات تكون، ضروري القصة نستافدوا منها شي حاجة وناخذ منها عبرة. كيف كتعرفوا ان الواحد ملي كيبغي يدير شي حاجة ولا أي خطوة في حياته، ضروري ما كيدرس ليها مزيان ويقرأ جميع الجوانب ديالها، وبالأخص ملي كتكون قضية فيها الزواج. ملي كتكون القضية فيها الزواج ضروري ما كنفكروا مزيان وكنشوفوا معاه من حنايا. كنشوفوا المحيط لا ديال العروسة ولا ديال العريس، كل واحد فينا كيشوف فين غادي يحط كما تنقولوا رجليه. البنت كتسول على الدري والدري كيسول على البنت، واهم حاجه من هادشي كامل هو انا كتسول على العائله اللي غادي تناسب معاهم، لا من عائله البنت ولا من عائله الولد. كتقول مولات القصه: انا عايشين في الدار انا وبا وامي، وعندنا خويا واحد وجوج خواتاتي مزوجين، وحنايا الناس بسطاء ومعروفين، والناس كاملين تعرفونا بالظرافات ديالنا وداخلين سوق ريوسنا. وهذاك الاخ هو اللي عندنا حنايا البنات ثلاثة، وهذاك الاخ هو اللي عندنا، وكان حماقو عليه. والحاجه اللي قالها ما نقولوش ليه لا، خاطرو هي الاولى. سهل عليه الله ومشى لقطر، مشى كيخدم تما في قطر. كيجي مرة في العام، كيدوز معنا يا إما العيد الكبير يا إما العيد ديال رمضان، على حسب الوقت اللي لقاه هويا. الوقت اللي لقاه هويا كونجي ديالو كيجي يدوز معنا العيد من العيود. المهم واحد العيد من العيود ضروري ما غيدوزو معنا. با عندنا الدار التحتية ديالتنا. الدار التحتية ديالنا كان با بناها شوية بشوية. كنا من الناس اللي كانوا في البراكة، من البراكة الحمد لله سهل الله، شوية بشوية با كيخدم، امي كتجمع. ديما حنا الناس زعما بسطاء وعاديين، وكنجمعوا شوية بشوية تسهل الله، وبنينا هداك لتحتي. ملي سهل الله على خويا وخدم على كيف قلت لكم، خدم في قطر، ولا كيصيفط لبا كيصيفط ليه الفلوس. قال ليه بني ليا الفوقي، طلع ليا الفوقي. تقام عليه داك الفوقي بشي 8 المليون، هو باش تقام عليه هداك الفوقي بناه ليه با، صيبوا ليه قادوا ليه وكلشي. دازت واحد عامين، قال لهم راه بغيت نتزوج. ايوا والديا فرحانين وحنايا نيت البنات فرحانين اننا خونا غادي يتزوج، وغادي نشوفوا وليداتو، يعني غادي نفرحوا به. وكيف قلت لكم هذاك راه العوينه اللي عند والديا، اللي كلشي كيحمق عليه في الدار. وحنا تبارك الله عندنا عائله كبيره، وعائلتنا معروفين زعما عائله معروفين بانهم مزيانين. وحنايا من الجنوب، يعني حنا الناس ديال الجنوب، الناس ديال سوس، ظريفين، والسمعة ديالنا هي أهم حاجة عندنا، هي السمعة ديالنا. ما كنبغيوش حتى شي حد يسمع علينا حتى شي حاجة، وما كنبغيوش حتى شي واحد ينعتنا بشي حاجة. والحمد لله عمر شي حد ما نعتنا، ولا عمر شي حد قال علينا شي كلمة خايبة. خواتاتي تزوجوا ولدوا وليداتهم بخير وعلى خير. انا اللي باقا مع والديا، باقي ما سهلش عليا الله، انا باقا ساكنه معاهم ومهليه في والديا، وحتى هما مهليين فيا وعايشين بخير. كيف قلت لكم نرجعوا للموضوع ديال خويا. خويا ملي بغى يتزوج قال لبا راني اختاريت واحد البنت، راه تلاقيت معاها هنايا في قطر، راه تلاقينا هنايا، راه تفاهمنا انا وياها، راه غادي نجيو باش نديرو العرس تما. امي وبا فرحانين كيف اي اب وام غادي يجيو باش يديروا ولدهم، غادي يجي باش يدير العرس. احنا ما مشيناش عند دار العروسه، ما خطبناها ما حتى شي حاجه. هو قال لنا راه متفقين، راه دايرين كلشي تما. صافي حنا ماشي مشكل. قال لنا نتوما وجدوا ليا انا غادي نجي، وجدوا ليا تمايا العرس، ووجدوا ليا في الدار عندكم النقاشه والحنه والجلسه العروسه وكل شيء. داكشي اللي درنا.
وجدنا ليه كلشي وعرضنا على عائلتنا وفرحانين. آه جاو قبل العرس بنهار واحد. باش جاو، مشات العروسة لعند الكوافورة باش قاد وجهها وباش المهم تقاد. كتعرفوا العروسة باش تقاد. ملي غادي تجي العروسة من عند الكوافورة، حطاتها الطوموبيل حدا الباب، وبنات العائلة ديالنا هابطين في الدروج. حنا كنا كنطيبوا في السطاح. ملي قالوا العروسة جات كلشي جاي كيجري هابطين في الدروج. الهبطه اللي غادي نهبطوا في الدروج، حنا لقينا العروسه دخلات مع الباب. يلا البنات هابطين بسلام وسلام على رسول الله وفرحانين. حتى كنلقاو العروسه دخلت مع الباب، دفعات الباب، دفعات البنات، دخلت البيت ديالها. ملي دخلت البيت ديالها هي وامها، تبعاتهم امي كتسولهم شنو كاين. كتسولهم قالت لها مالك يا بنتي شنو كاين، مالكم علاش دخلتوا؟ حنا يلا جينا نستقبلوك وهذا. دخلتها موت العروسه، دخلت ام البيت بقات كتغوت عليها. بنتي جات من عند الكوافوره، ما استقبلتوها بالحليب، ما استقبلتوها بالتمر، ما عبرتوها، ما عطيتوهاش الاهتمام. كتقول لها امي غير بلاتي نهضر معاك. حنا البنات يلا هابطين من السطاح وتيصليو على رسول الله. راكي سمعتيهم كيفاش ما استقبلناهاش؟ حنا يلا وجدنا ليها باش نستقبلوها وكل شيء. بقات موت العروسه كتغوت على ما كتغوت عليها، تغوت عليها وتخرج في عينيها وتغوت عليها. ومع انا سمعت هذاك الصداع وسمعت داك الشيء، دخلت عليهم البيت. دخلت وانا الهدف ديالي انا اصلا ما دخلتش باش نشوف شنو كاين. دخلت باش نسول مي على التكشيطه فين هي. انا راه باقيه ما لبست التكشيطه ديالي. دخلت باش نسول مي، قلت لها مي فين هي؟ وانا لقاهم تيغوتوا. هي تنقز العروسه ناضت. بدات كتخسر في الهضره، بقات كتهضر وكتهضر وتغوت وتعير. قلت لها مالكي؟ قالت لي غادي تسكتي ولا غادي نوض لك، غادي نريشك، غندير لك، غنفعل لك، غنترك لك. بقيت غير كنشوف فيها كيفاش هادي لابسه حوايج العروسه وجالسه وكتقول هادشي كامل. وامها كتضل تعير في امي وتغوت ويغوت ويغوتوا. صافي خرجت انا من عندهم، هبطت لتحت، خليت امي كتهضر معاهم. مشيت لبست انا تكشيطي وخرجت عند الناس. لحقاتاش في الدار كاينين العائله، الناس ناشطين ودايرين هذا ودايرين دايرين دي جي والناس ناشطين وكل شيء. هبطت انا كنشطح شويه. شويه العروسه جات، هي تقول لهذا الديجي قطع عليا داك الشيء، سد عليا داك الشيء، مبقيتش بغيت نسمع، صافي بارك عليا من داك الشيء، خرج عليا. العروسه بقات كتغوت كدير واحد الصوت وكتغوت وكتقول لهم خرجوا عليا من داري. صافي الناس شافوا هذاك الشيء، كل واحد جمع مع جنبو وزاد في حاله. طلعوا الفوق هي وامها وخالتها، سدوا على ريوسهم في هذيك البارطمان اللي الفوق، دوك البيوت اللي الفوق، سدوا على ريوسهم كنسمعوهم. حنا راه في دارنا، في دار امها كتقول راه بنتي رانا في دارها، راه في دار بنتي، راه دار راجلها، راه هو اللي بانيها ليها، راه ماشي جايه كتسعاكم. راه ما تصوروش داكشي اللي كنسمعو وداكشي اللي با مسكين مريض بقى غير كيسمع كيفاش هادي عطاها خاطرها. نهار العرس دارت هكايا، وماشي عرس تاع حتى شي واحد، عرسها هي. خسرات العرس لراسها، خسرات نهار راسها. واش كيديروا بالمعيار؟ والسؤال المطروح هنا اللي غادي تسولوا كاملين هو انكم غادي تقولوا لي فينا هو خويا، غتقولوا لي فينا هو الراجل، فينا هو هذاك الولد اللي جايب العروسه وكيسمع فيها كتعير وكيسمع فيها كتغوت وكيشوف داك المنظر، كيشوف داكشي كتقول ليه الدار داري، الدار داري هادي، ماشي ديال حتى شي واحد. حتى واحد ما عنده الحق يهضر معايا، حتى واحد ما عنده الحق يفهم عليا، ندير اللي بغيت. خويا راه ما كيهضرش، ما كيتكلمش والو. عشنا هو جماد. هو خويا بقى ساكت وجالس فواحد القنت في الصاله
وشاد راسو، ما كيدوي ما كيتكلم. هنا امي ملي شافت خويا في هذيك الحالة صافي تصدمات، طلع ليها طونسيون. مرضات ماما مسكينة، مرض با، لأن ما عرفناش حتى شنو كاين في هادشي كامل. شنو اللي خلى خويا أنه يبقى غير حل فمو بحال هكاك، ويبقى جالس ما يتكلم حتى حاجة. وحتى حنا البنات ما قدرنا نحركو حتى شي حاجة. أنا اللي شحموطية ديال الدار ما قدرتش نهضر ولا قدرت ندير حتى شي حاجة. حتى فاش دخلت لقيتها كتغوت على ماما بديك الحالة، بحال الا ربطتي ليا فمي. ما قدرتش نقول ليها لا طابت لا تحرقت. حدي قلت ليها ماما فينا هي تكشيطي. هذه هي الكلمة اللي قلت ليها. ما قلت ليها مالكم، ما قلت ليها علاش كتقولي بحال هكاك، ما قلت ليها هادي حتى هي راه دارنا، كيف ما هي انت دارك راه حتى هي دارنا. وامها بقات علينا الناس ديال الشلوح كتعرفوا غير القصاير، نتوما عارفين غير القصاير. شبعات فينا الهضره مزيان. امها ما قالت فينا. اما حتى فاش كنت كنشطح في الصاله وكنت كنشطح في هذا، كنسمعها كتقول لامها امي سدادري كلاو العصايه امي، امي سدادري شوفيهم كيولاو واكلين الدق امي، سدادري واكلين الدق. ولكن حنا راه ما قدرناش نقولوا ليها لا طابت لا تحرقت، بقينا غير ساكتين كنسمعوا فيها. هي كتسمعنا في الهضره وهي كتفهم علينا وحنايا ساكتين، ما دوينا ما تكلمنا. هي وامها اللي كيتجاوبوا علينا، امها تعير من هاد الجي وهي تعير من هاد الجي، وحنايا غير كنسمعوا وساكتين. المهم هما دابا راه دوزو هداك النهار اللي كيتسمى راه العرس. داكشي اللي جايبين باش دوزوه لان غادي يرجعوا، ما بقى لهم والو باش يرجعوا. وانا السؤال اللي كنسول وكنطرح وكنقول كيفاش خويا ما هضرش وكيفاش حنايا ما هضرناش، وعلاش العروسه دارت هذيك الحاله في النهار ديال العرس. ما نقشات مازال، ما كلاو الناس، طيبنا ناس ما كلاو، خربقات داكشي كامل وجرات على الناس. با مسكين مرض لينا من هذاك النهار، هو نيت كان مريض انما زاد مرض من داك النهار. خويا ما دوا ما تكلم، ودابا كيجمع حوايجهم باش يرجعوا فين كانوا، يرجعوا لقطر فين جاو. ونقول لكم البنات عندها واحد الجهد، واحد الصوت، واحد الجهد في يديها، واحد الصوت ما نعاودش لكم. زعما كون شداتني بيديها، كون فلعصاتني يعني، كون هرسات ليا ضلوعي. هي في عمرها دابا 31 عام، وخويا في عمره 34 عام. المهم البنات، هذه هي قصة ديال الأخت اللي كتعاود اللي وقع ليهم في عرس خوها مع العروسة. الله أعلم اشنو هو السبب ديال هذاك الشيء، ولا حتى اشنو اللي خلاهم انهم يسكتوا ما يقدرش يتجاوبوا معاها. ولكن على حسب ما قالت الاخت في القصة ديالها، انهم هما الناس محافظين من داك النوع اللي ما كيبغيش صوتهم يتسمع وما كيرضاوش قدام الناس، وما كيرضاو حتى شي حد يسمع الهضره ديالهم. هاد الشيء اللي خلاهم انهم ما يقدروش يتجاوبوا معاها ولا يتعايروا. وهاد الشيء علاش كنقول اللي بغى يتزوج يقصد الديور الكبيرة ويقصد بنات الأصل، ويسول لا على الدري ولا على البنت. كيف قلت يسول فين غادي يحط رجليه، يشوف المحيط. لان دابا هانتوما سمعتوا القصة ديال هاد العروسة، بحال الام بحال البنت. يعني داكشي اللي كتقول الام كتقولو بنتها، يعني بجوجهم ما همهم ان العروسة تخرج قدام الناس وتجري عليهم. يعني ما همها لا السمعة لا حتى شي حاجة، ما عندهاش مشكل. قصتنا اليوم هنايا سالات، نتمنوا لهاد السيدة ديال ربي تياول ديال الخير، والله يهدي هاد العروسة على هاد العائلة اللي دخلت لهم، لان مساكن باينة فيهم عائلة مزيانين. الله يحن فيهم. نتمنى انكم تفاعلوا مع هاد القصة وتقولي لنا الآراء ديالكم. وحتى نتوما الى تحطيتوا في بحال هاد الموقف باش غادي تحسوا بالنسبة لهاد الأخت، واش التصرف اللي دارت واش صائب ولا لا. لا بالنسبة للعروسة وامها، ولا بالنسبة لهاد العائلة اللي دخلت لهم اللي هي ما كتستاهلهمش على هاد الشيء اللي عودت عليه
هاد البنت. خليتكم في امان الله وحفظه، وما تنسونيش في التعاليق ديالكم الزوينين وفي البارطاج ديالكم، وتشجعوني باش ديما نجيب شي حاجة اللي حنا غنستافدوا منها وناخذوا منها عبرة. كيف ديما تنقول راه عبرة في هاد القصة. هو انا الواحد يشوف فين غادي يحط رجليه عاد يحطها. الزواج راه ضروري ما تسول وتبحث.